أول واحدة حاجة من الحاجات اللي أنت لمّا تجرّبها هتفرق معاك جدًا، وهو إن الجسم مش بيفرّق هو عطشان والّا جعان، ولكن في الحالتين هو بيحسّسك بالجوع. عايز أقول لك مثال حاول تجرّبه في أقرب وقت ممكن ليك، سواء شُفت الفيديو ده في رمضان أو حتى بعد رمضان، وهو إن أنت لمّا تجوع في أي وقت، هات كوبايتين مَيّة كبار واشربهم، ونُص ساعة اعمل فيهم أي حاجة. يعني دلوقتي أنت جُعت، حسّيت بإن أنت بتجوع، اشرب كوبايتين المَيّة، احسب نُص ساعة بالضبط اعمل فيها أي حاجة النُص ساعة دي، وبعدين اسأل نَفْسك أنت دلوقتي جعان بنسبة قد إيه؟ في الأغلب وهتتفاجئ يا إمّا أنت هتلاقي نَفْسك مش جعان أصلًا، يا إمّا هتلاقي نَفْسك جعان بنسبة 20%، 10%، اللي هو أنا جعان بس مش حاسس إن أنا عايز آكل دلوقتي، ممكن آكل كمان 3 ساعات والّا حاجة. فالجسم يا صديقي مش بيفرّق هو في الحقيقة جعان والّا عطشان، بس في الحالتين بيحسّسك بالجوع. خلّيك فاكر النقطة دي، وخلّيك فاكر إن أنت تجرّبها في أقرب وقت، وقُل لي المَيّة فرقت معاك قد إيه. التريكة التانية اللي أنا شايف برضه اللي هي فرقت معايا، وهي أي وقت عايز تبقى أنت وعقلك على جسمك، بمعنى أدق عايز إن أنت تشبع بسرعة، أنا يا يوسف عايز أخس، بس بالاقي إن شهيتي مفتوحة وعايز آكل كتير أوي، عايز آكل بشراهة كده زي ما بنقول. فالحل يا صديقي في الوقت ده إن أنت تبدأ بطريقة الأكل اللي إحنا قُلنا عليها هنتبعها في رمضان، وهو إن الشوربة أولًا، ثانيًا السلطة، وبعدين بتستنى 10 دقايق أو ممكن بعد الشوربة كمان تستنى 10 دقايق وبعدها ترجع للسلطة، وبعدها كُل زي ما أنت عايز، ولكن في حدود الوجبة زي ما قُلنا. وكمان حاجة من الحاجات اللي هتفرق معاك جدًا إن أنت تاكل ببطء. أنا عارف إن الحاجات دي بتكون صعبة في وقت إن إحنا نطبّقها، خصوصًا الأكل ببطء، نتيجة إن إحنا شايفين إن إحنا ما عندناش وقت وهكذا. على قد ما تقدر حاول إن أنت تاكل ببطء وتشرب مَيّة كويس أو شُرب كويس، دي هتلاقيهم فرقوا معاك جدًا في إن أنت مش بتفضل جعان بالدرجة اللي بتخلّيك عايز تاكل فيها كتير أوي. وكمان تجنّب إن أنت تكون بتتكلّم أو بتتفرّج على حاجة وقت الأكل. عايز أقول لك نقطة سمعتها من أكتر من حد من الناس المتخصصين في التغذية، وهو إن إحنا لمّا نكون بنتفرّج على حاجة أو بنتكلّم في موضوع وإحنا بناكل، في الأغلب بناكل كتير جدًا أزيد من حاجتنا وإحنا أصلًا مش حاسين، وده نتيجة إن في حاجة شادة انتباهنا، حاجة خارجية، سواء إن أنا باشوف فيلم أو باشوف حاجة أو باتكلّم مع حد في موضوع أنا شايفه إن هو مهم، بغض النظر عن الكلام ده صح والّا غلط، هو مهم والّا لأ. بس في الحالات دي إحنا بناكل من غير ما إحنا نكون واعيين ولا حاسين. فأنت تجنب الحاجات دي وقت الأكل، لإن هي فعلًا بتفرق جدًا. وخلّيك فاكر إن بعد إذنك كُل وجبات، حُط الأطباق بتاعتك اللي أنت بتاكلها، سواء قدّرتها إن هي صغيرة أو كبيرة شوية، بس المهم تبقى محدد أنت هتاكل إيه من قبل ما تبدأ في الأكل، لإن في الأغلب بيكون ما شاء الله إن إحنا بناكل ونتفاجئ بعد كده بكمية الأكل